أحلى وأجمل وألذ صينية مكرونة بالبشاميل وإزاي تطلع معاكي كل خرطة بخرطتها، ما تبقاش سايحة كده هو بزيادة، لأن في ناس بيحبوا المكرونة كده كل خرطة بخرطتها. نبدأ الفيديو بتاعنا. بصوا شكل بقى الخرطة وجمالها، طريقتها سهلة سريعة بسيطة، وهقولك إزاي تظبطي أحلى صينية مكرونة بالبشاميل. الذكر بتاع النهاردة هيكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت شوية زيت حلوين عليهم معلقة كبيرة كده هم من الزبدة. لو حابة تستخدمي زيت بس مفيش مشكلة، لو حابة تستخدمي السمن بس مفيش مشكلة، أنا حطيت الزيت مع الزبدة عشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش. هنزل على طول ببصلتين متوسطين الحجم كده مبشورين، مبشورين ناعم زي ما انتوا شايفين، أو تفرميهم كده اهو في الكبة على طول. وهبدأ على طول أشوح البصل بتاعي الحلو ده. في الوقت ده بجهز بقى حوالي 4 فصوص من الثوم متوسطين الحجم، وهبدأ على طول أهرسهم بالشكل ده. وهبدأ على طول إن أنا أحمرهم كده هو أشوحهم مع البصلاية مع البصلتين الحلوين ده. كل كيلو من المكرونة القلم بياخد نص كيلو من اللحمة المفرومة. ممكن تستغني عن النص كيلو وتخليهم 400 جرام أو 350 جرام، مع إن أنا يعني بحب دايما الكيلو يكون معاه 500 جرام من اللحمة المفرومة. بعد ما اتأكدت ان البصل اتشوح كده وشميت ريحة التومية الحلوة فيه، نزلت على طول بفلفل احمر عندي كده وفلفل الوان حلو كده اهو، فلفلايه حمرا زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل اخضر. مش متوفر فلفل الوان، حطي قرنين في الفلفل الاحمر كده من الفلفل الاحمر يحلولك ويطعمولك العصاج بتاعك. هنزل على طول بقى بالشكل ده بنص كيلو من اللحمة المفرومة. اول دايما ما تنزلي بالعصاج بتاع اللحمه او اللحمه بتاعتك، على طول معلقه صغيره مليانه من الملح، معلقة على طول من الملح. الملح ده بيفرول لك اللحمة بتاعتك أسرع، وفي نفس الوقت يعني بيخليها كده تنزل الميات بتاعتها أسرع. ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود عشان يوديلك أي ريحة غير مستحبة في اللحمة بتاعتك. هنزل بقى كده هو بشوية حلوين من بهارات اللحمة. بصوا أنا فرماهم حالا، دي بقى بتكون عبارة عن ورق لورا، حبهان، قرنفل، كوبيبة صيني، شوية حلوين كده اهو. نزلت تقريبا انا نزلت دلوقتي بنص معلقة بس، شوية كده اهو هنزل بنص معلقة كمان. اول ما كل لون اللحمة بتاعي يغير مع ريحة وتشمي كده ريحة التتبيلة وتستمري في التقليب، انزلي كده بحوالي 5 6 طماطميات مفرومين في الخلاط وعليهم معلقة صلصة. ممكن تستغني عن معلقة الصلصة، ممكن تستغني تماما عن معلقة الصلصة وتحطي شوية معلقة بابريكا، بس أنا لون الطماطم عندي كان مجهر شوية فعشان كده حطيت معلقة من الصلصة. لو انتي بقى حابة البشاميل بتاعك يكون متماسك كده والخرطة تطلع بخرطتها، هنحط 7 معالق من الزبدة. ممكن تحطي زبدة على زيت، بس طبعا البشاميل يفضل الزبدة، الزبدة بس أو السمن بس. انا حطيت هنا تقريبا 7 معالق من الزبده، عليهم معلقه زيت كده هو واحده. وهنزل هنا هو تقريبا ب7 معالق هرميين من الدقيق، 7 معالق هرميين من الدقيق على 7 معالق من الزبده. هبدا بقى ان انا اقلب كده هو اشوح ريحه الدقيق ده، احمصه كده معايا. انا مش عايزه ريحه الدقيق تغير، بصي لازم الزبده تكون قد الدقيق. بصوا لازم الدقيق بتاعك يلم بالشكل ده. لو ما لمش بالشكل ده يبقى هو كده ما اتحمصش معاكي. خليه كده يتحمص لحد ما تشمي ريحه الدقيق الحلوه، والنار تكون متوسطه. انا دي مش ده مش حليب بس، ده حليب عليه شوربه. يعني انا حطيت كان كيلو من الحليب عليه 4 معالق من الشوربه اللي هو معيار المج الشاي العادي. حطيتهم كده على بعض وهنزل عليهم بعد الدقيق بتاعي بعد ما اتحمص، وهبدأ على طول اقلب البشاميل الحلو ده. هي دي المكرونه بتاعت امهاتنا، كانوا بيعملوها بالحليب والشوربه. في ناس بيحبوا ان هم يعملوها بالحليب بس الحليب كده تحس ان هو بيكون فيه تسكيره، والخلطه كده بتكون دسمه بزياده. فانا لما جربت الحليب مع الشوربه، او الحليب مع ميه ومكعب مرق دجاج، كان طعمها ومذاقها احلى. النار هنا متوسطة، ما تعليش النار بزيادة، واستمري بقى بالتقليب كده هو بالمضرب اليدوي بتاعك، وملح وفلفل اسود، رشتين حلوين كده هو من الملح، واهم حاجة رشتين حلوين من جوز الطيب. جوز الطيب بقى بتفحفحها، وطبعا احنا مش هنحط كتير. ما ينفعش ابدا البشاميل حتى لو هو تقل معاكي ما ينفعش انك تطفي الا لو هو بدأ ان هو يعمل فقاعات كده ويبدأ ان هو يغلي معاكي. بالراحة بقى خالص، والنار هنا وسط. طبعا انتوا شفتوا انا غليت المية كده زي ما انتوا شايفين. بصوا القوام اصلا هو في الوقت ده تقيل. 7 معالق من الزبدة عليهم 7 معالق من الدقيق علشان يطلع القوام بتاع المكرونة كده كل خرطة بخرطتها. لو انت عايزاها جوسي، يبقى كيلو من الحليب عليه 4 كوبايات من الشوربة او المية.
مكعب مرق ملح وفلفل. بس الدقيق بقى هنخليه بدل 7 معالق هنخليهم 5 معالق و5 معالق من الزبدة. تتخيلوش يا جماعة طعمها ومذاقها طلع جميل قد ايه. الصينية دي القالب الكبير بتاخد تقريبا كيلو من المكرونة. ممكن انتي بقى لو في ناس مش بتحب المكرونة زيادة بتستخدم اقل من كيلو، او بتستخدم اللي هي زي ما هي حابه. طبعا المكرونه هنا هو القلم بعد ما غليت الميه كده زي ما انتم شفتوا من شويه، حطيتها واتسلقت لمده 7 دقائق على نار عالية طبعا. هبدأ على طول أدهن الصينية بشوية زيت، ممكن شوية زيت وعليها شوية بقسماط كده اهو أو فيجيتار من القاع، برضو بتخليها طعمها حلو جدا. وحطيت شوية بشاميل في قاع الصينية، وآدي بقى المكرونة الحلوة بتاعتي بعد ما اتسلقت. هبدأ بقى على طول أحط على الصاج اللحمة كده اهو بسرعة، طعمه خيال. بهارات اللحمة اللي هي قرنفل وفلفل أسود وملح، ومعايا كمان حبهان، ومعايا ورق لورا وبيبة صيني، وهي دي أحلى بهارات. وطبعا شويتين حلوين من جوز الطيب. وزعي بقى اللحمه المفرومه كده اهو بشكل حلو كده اهو بالطريقه اللي انت حباها كده اهو. وبعد كده هوزع بقى الطبقه التانية من المكرونه بتاعتي. وممكن بقى تحطي في النص كده اهو شويه بشاميل، ممكن تحطي في النص شويه جبنه موتزاريلا، زي ما انت حابه الحاجه اللي انت بتحبيها اعمليها. لو انت زي ما قلت لك حباها تبقى جوسي، 5 معالق كبار هرمين من الزبده او السمن، عليهم 5 معالق كبار من الدقيق، وبتكون خرافيه. نزلت بقى هنا على طول بالمكرونه بعد ما اتسلقت بالشكل ده. طبعا لو انت حابه تقسمي كيلو المكرونه على صينيتين مفيش مشكله، اعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. كده حطيناها. طبعا الفرن في الوقت ده بقى هبدأ ان انا اسخنه علشان المكرونه بتاعتي تبدأ تستوي مره واحده. هجيب بقى هنا على طول بعد ما رصيتها كده بالشكل ده، هجيب بقى على طول البشاميل بتاعي، وهبدأ ان انا على طول احطه بالشكل ده. ولازم تغطي كل المكرونه بتاعتك كويس. اي حاجه تقع على حواف الصينيه على طول ابدأي امسحيها باي منديل ولا باي حاجه. وعلى طول بقى مش بفضل ان انا احط المكرونه الجبنه الموتزاريلا دلوقتي او الجبنه الرومي دلوقتي، يعني حطيها كده اهو بعد شويه. اهو ولعت الفرن من تحت بس، فضلت تقريبا نص ساعه. كل حاجة فيها مستوية، هي بس عايزة تتشمع كلها كده مع بعضها وتلتصق كلها كده هم مع بعضها. أول بقى ما الحواف بتاعتها تبدأ لونها كده ويحمر معايا، هجيب بقى شوية جبنة موتزاريلا حلوين وهحطهم على الوش. في المرحلة دي بقى هطفي من تحت خلاص، وهولع الشواية من فوق وأوطي عليها عشان الجبنة الموتزاريلا ما تتحرقش معايا. وعلى طول بقى هصبر عليها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي. ما تنساهاش خليكي واقفة جنبها، لو فرنك عالي أو فرنك مش مظبوط قوي خليكي واقفة جنبها. انا فرني اللهم لك الحمد مظبوط وكل حاجه، بس بحب وبفضل دايما ان انا اقف جنبها. استنيت بقى هنا عليها لما تهدى كده شويه، وقدمت لهم احلى مكرونه. تتخيلوش يا جماعه طعمها كان جميل قد ايه ومظبوط قد ايه. كل خرطه بخرطتها بصوا، بتتقطع بسهوله جدا. اللهم بارك. وكل خرطه كده هم مش طالعه بقى جوسي ولا الكلام ده، طالعه كل خرطه بخرطتها زي بتاعت امهاتنا بتاعت زمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم اللايك هو ذكر الله والصلاه والسلام على الرسول عليه الصلاه والسلام. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.